السلام عليكم ورحمة الله. جيت البنات اليوم راح نتقاسم معكم وصفة الرز بعد ما فطرت فطوري. درت مشوشة جات تهبل. كان عجبتكم نديرها لكم في القناة، خليوا لي برك تعليقاتكم ولايك. نبداو على بركة الله. انا كي ندير روز ولا ندير بربوشه ولا ندير تليتلي نقلي الفلفل تاعي مع الدجاج، ندير شوي زيت ونقلي الدجاج تاعي والفلفل حتى يتحمروا. من بعد نضيف له بصله وزوج حبات طماطم حب والفاحات. الروز كيما نعرفوا الفاحات تاعو يشتي سكنجبير، يشتي بابريكا، راس الحانوت، كزبر، زدت معاه 3 حبات حب هيل والثوم ونقليهم مليح ونزيد لهم 2 بريقات ولا 3 رند كيما راكم تشوفوا. خلي بيان نقول لك الماكله البنينه هي اللي تقلى مليح. خلي برمتك تتقلى على غرضها، ديما على غرضها، بلا عقل بلا عقل، حتى تشوفي هذيك الفاحات تلقوا الريحه. والروز تاعي نبدا نخدمه. انا عندي هنا حندير 2 كيسان روز، راح نغسلهم نحطهم تحت العين نغسلهم بيان. راح نغسلهم 2 خطرات. الغسله الاولى هكا مع الاولاني درت الرز المفور البنات، ما درتش الباسماتي، درت المفور. نغسلو مليح باش نحيلو هذاك النشا اللي يكون فيه، وكي نخليو له النشا هذاك اللي يجينا شوي لاصق في بعضها، ما يجيش مزربع، ما يجيش على حبه هكذا. نحطو تحت الروبيني ونبدا نشل فيه، ومن بعد كي نشلو بيان نخليه يسقطر. وندير لكل كاس روز 2 كيسان ماء، ونحط في الكاسرونه تاعي 2 كيسان 4 كيسان ماء، شوي ملح ومغرف زيت. كي تغالاو كامل نروح معاهم الروز تاعي باش يطيب. طيابو هنا نطيبو غير 3 دقائق فقط، ما نزيدش عليها. كي وصل 3 دقائق نحيه. هنا هاهي كي الاخر تاعي تقلى. وكاح ندير الخضار ديري باش عندك. انا درت جريوات، درت جلبانه، درت زروديه، نزيد نقليهم حتى هما شويه مع 3 كما قلت لكم رند، ونقليهم شويه يتحمسوا لي حتى هما يهزوا لي بن التفاحات. ونمرق حتى هما كي نمرقهم. طبعا انا درت 2 كيسان روز، اذا راح نمرق ب4 كيسان ما، زايد كاس واحد. هذاك الكاس نخليه باش يطيب لي الخضار واللحم الدجاج. طبعا اللحم ان شاء الله اللحم اذا بعد ما خليتهم نغلق عليهم، ما نغلقش الكوكوطه بصفاره، ها نغلق برك عليهم. الروز تاعي نخليه 3 دقائق. بعد ما يطيب لي الروز نصفيه. هنا راح نزيد نغسلو للمره الثانيه، نحطو تحت الروبيني ونغسلو بيان حتى نشوف الماء تاعو ولا دمعه ولا نظيف، ماهوش بيض هكا، ماهوش حليبي كيما راكم تشوفوا هكذا. ونخليه حتى نشوفوا الماء ولا بيض خلاص، ونحطو حتى هو يسقطر. في نعاود نزيد نرجع للاخر تاعي البطاطا. انا البطاطا ما لحتهاش مع المرقه، تقدري تلوحيها مع المرقه، مي انا خليتها بغيت نقليها ولا تيشتيوها شوي مقليه. نقليها ونخليها مع الاخير ونزين بها برك طبق التقديم تاعي. وشكرا جزيلا للبنات، ونتمنى انكم تزيدوا تدعموني وما تخليونيش، وخليوا لي لايك وتعليقاتكم راهي تهمني بزاف بزاف. واي نصائح واي انتقادات ايجابيه راني هنا نتقبلتها، وبارك الله فيكم البنات. ما تنساوش اللايك. هنا بعد ما كملت نصبت ونغسل الماعن اللي نصب بيهم. انا ما نشتيش نخلي الماعن يتراكموا لي. كي نكمل ننصب نطبخ ندور نلقى جبل ورايا نشتي نغسل. كي واش خمجت كامل نحيه من طريقي، ما نخليش الماعن يديروا لي اكتئاب صراحه. نشتي كوزينتي نشوفها بروبر، ما ماني فيها نطبخ نشتي نصد نلقاها نظيفه. البوطاجي كذلك ما نخلي والو، ربي يقدرنا ويعطينا صحتنا. وهذا ما كان. ونرجعوا للروز تاعنا كيما راكم تشوفوا. انا ثاني الروبو تاعي نغسلو اللي نرحي به، ما نردوش، خاطر كي نردو نعجز عليه، نخليه ثم فوق البوطاجي. كي نرغول الماء نغسلو. هنا البطاطا تاعي تقلى، وهنا راهي هاي كيفاش تشوفي المرقه كيفاش جات ملبيه، جات تهبل. هنا بعد ما شلت الماء نحطهم في الكربايه هذه تاعي يسقطروا. انا دائما مع البساطه البنات، راني ما نعطيكم حتى تزييف. هذه هي حياتي الخاصه جدا جدا بكل بساطتها، ما فيها لا تمثيل لا تصنع. هاي النظره الاخيره اللي تدير لي الراحه النفسيه كما راكم تشوفوا هكذا. ونشكركم البنات كامل اللي تخليوا لي جام وحده بوحده. واللي في خيط تاعي قليتهم دركا بعد ما طابت المرقه هاي ولات شوي خاثره، نحيها. ونحي الدجاج تاعي اللي دارت طراف تحمرهم، دير لهم شوي فلفل كحل وشوي زبده وتحمرهم. انا درت صدر راح نفتتو ما نحمروش، نخليه هكا ونفتتو ونخلطو مع الروز. هنا الروز تاعي بعد ما سقطر بيان خرج منه الماء هذاك الابيض كي غسلته، راح نضيفه للكوكوط. هنا نقطه مهمه جدا، هنا وهنا يكمن ينجح لك الروز تاعك. كي تحطي الروز تلقاي 2 صباع فوق الماء
الروز تحت والماء تاعو طالع بزوج صباع فقط، ونغلق عليه الكوكوط ونحط عليه الصفاره لمده 4 دقائق ونطفي عليه. ما نحلش الصفاره، نخليه كيما راهو 20 دقيقه، ومن بعد كي نحل هاي النتيجه قدامكم. نزيد له البطاطا ونزيد له الدجاج، وهاو الطبق تاعي. ان شاء الله يعجبكم، يجي يهبل، يجي مزربع، يجي بنين، يجي ما شاء الله. ويومكم طيب.